هارد لك طبعا لمنتخبنا الوطني، كنتوا رجال في هذه البطولة وأديتوا كل ما هو مطلوب منكم، ووصولكم لهذا الدور يكفي جماهير الإمارات، ولم يتبقى إلا أن نبارك للجماهير الكويتية والسعودية وصولهم للنهائي، وأكيد أي فريق بيفوز ألف ألف مبروك له، ونحن بنكون دائما معاهم ونرصد هذه المشاعر لهذه الجماهير. هيثم، وين المباراة الصعبة الحين؟ تعرف خلاط السميت؟ جابتنا وقطتنا داخل وتفتر فينا. فرتنا فر ما زميل سميت شو سوى فيك انت؟ دخنا والله، دخنا بهالمباراة يشجع قاعد ما ابي اوقف، ريولي مو شايلتني. لا احنا في لقطات حلوة لك انت الحين، اصبر علينا شوي. محمد، توقعتوا ان خلينا نقول الكويت والسعودية هم اللي يلتقون بأمانة؟ والله ما تقدر تتوقع يعني اي فريق يوصل نهائي، بس احنا كنا نقول ان شاء الله ان فريقنا يعني منو كنتوا تتمنى؟ نواف انت طبعا اللي يمكن اللي يشوفك ما شاء الله عليك صغير في السن، لكن ما يدري انك انت تدرس حقوق يعني سنه ثانيه يعني. الحمد لله. الحين بين الدراسه وبين التفكير في المباراه، خبرني كيف بيكون يعني؟ والله ما متلخبطين صراحه، اقول لك يعني تفكير يعني ما ننوم زين، نبغى الكاس يعني. تفكير دائما على الكاس. ايضا حتى في الجامعه في هذا الهاجس؟ اي في الجامعه دائما يعني كل ما اوصل يباركون لي يعني في نصهم مع السعوديه، وكانوا اغلبهم يعني الاكثريه مع الكويت الصراحه، بس ان شاء الله تكون سعوديه. مجمع جمهور وايد من الجامعه شكلك حق المنتخب السعودي. اعلام، اوزع اعلام، اضبطهم. في الملعب سبيت يخوف، سبيت لاعب كبير يخوف، وان شاء الله ماجد خلاص ماجد اعتزل. ماجد ناصر حارس كبير وما شاء الله عليه، المستقبل قدامه ان شاء الله. مباراة قوية جدا، سبيت خطير خطير خطير، نتمنى الفوز للسعودية. المنتخب الاماراتي ممكن ضعيف شويه في الوسط، المنتخب السعودي كثف الليله المباراه ان شاء الله ب5 لاعبين في الوسط، ويقدر ان شاء الله عن طريق حمد الشلهوب وتيسير جاسم منهم المباراه ان شاء الله. الحماس السعودي اليوم شو يقول ضد الامارات؟ ان شاء الله 2-1 ان شاء الله السعوديه. عن هذا الفوز اليوم، المنتخب السعودي فاز. 2000 مبروك. يعني ما في صف اول صف ثاني، هذول النجوم يعني سنه من السنوات ممكن هم يمثلونا يمكن في كاس العالم ان شاء الله، هذول مستقبلنا. يعني منتخب صغير وصلنا بس للمشاركه، والحمد لله وصلنا للنهائي، والسعودي ان شاء الله بالرديف مخيف. ديربي ثاني مع الكويت. والله الكويت صعب، والله فهد العنزي مره قوي، بس ان شاء الله قادرين ان شاء الله. كان الشارع السعودي كله متشائم من يعني من التشكيل اللي وضعه بسير والاختيار اللعيبه، لكن الحمد لله الثقه فيهم كانت كبيره، ومن مباراه الى مباراه تكبر، والحمد لله يعني ما قصروا وهم في النهائي. مباراه سيمي فاينل ونهائيه، فبعض الاحيان تتطلب الامور الفنيه، لكن ما شفنا امور فنيه كثيره صراحه. المدربين اكيد طبعا اعتمدوا على المحاور، اللعب الدفاعي، وما شفنا هجوم كثير من الطرفين يعني. الشباب ما قصروا اليوم، يعني لعب ابداع، غير
الكبيره والصوره اللي كانت على المدرب تغييرات وهذا، لكن اللعب اليوم جميل جدا الحمد لله. واقول لكم هارد لك. اليوم دربك خضر يا الفريان، دربك خضر. والله دربنا خضر، واحنا كلنا مع المنتخب السعودي، ولا شك انه حقيقه يعني نحترم المنتخب الاماراتي ولسه المباراه ما انتهت. نحترمه منتخب عريق، نجوم عريقين، ولكن فرحه وطن احنا نفوز ونصل للمباراه النهائيه بهذه يعني التشكيله. يقولون الكاس ان شاء الله باذن الله يوم الاحد ان شاء الله. كيف كانت المباراه هذه؟ صراحه والله بدأت المباراه والله مبسوط، والشوط الاول يعني مباراه متكافئه، والشوط الثاني يعني شويه الامارات شويه المنتخب السعودي. ديربي الخليج باذن الله تعادلنا المباراه الاولى، المباراه الثانيه باذن الله 2-0. دربكم خضر اليوم باذن الله، ودائما ان شاء الله دربنا خضر. الكويت جار عزيز، يكفينا فخر ان احنا نلعب النهائي مع الكويت، واللي يفوز يستاهل. بس ان شاء الله رايحين للكويت وبنجيب الكاس، والكاس اخضر. الامارات قوي، سبيت ايش اقول لك؟ احنا كليناهم تدري ليه؟ مسكنا سبيت، وقفنا سبيت كليناهم، وهي هدف من سبيت. نعم، وهي مباراة هدف الواحد، خلاص جابوا السبيت. مبروك للمنتخب طبعا السعودي الصعود للنهائي، ومبروك ايضا للكويت. عبد الكريم، كيف شفت الفرحه والتفاعل ما بعد المباراه؟ اظن الواحد اثناء المباراه غير، ويوم تخلص المباراه غير. مرتاحين الحين؟ اي الحمد لله الحين مرتاحين وقلقانين لبكره يعني. نجهز لبكره. والله صراحه فوز على الامارات فرحه لا توصف بالشباب ذولي يعني، لان كنا متخوفين كثير يعني قبل البطوله صراحه. شباب ما عندهم خبره، توصل النهائي صراحه فرحه ما توصف يعني. محمد، تشكيله الفريقين يعني نحسها ان هي متوازنه، رغم ان يقول الخبره والعناصر الموجوده يمكن في الكويت تتفوق في الخبره على بعض العناصر الموجوده في السعوديه. كيف بتكون الكفتين؟ وايضا خلينا نقول المباراه فيها اهداف ممكن تستمر ايضا لضربات الترجيح مثل ما شفنا ويا العراق، ولا انتم مو بناقصين؟ لا والله مو ناقصين، بس ان شاء الله يعني ان الفريقين ما يكونوا مسكرين، ما يكون يعني نتمنى مباراه فيها اهداف، مباراه مفتوحه، نشوف لعب حلو. بس يعني هذا نتمناه احنا، يعني نتمنى قبل ما نفوز نشوف لعب حلو. مكانكم خالي، لكن الجمهور اليمني كفوا. خلينا نشوف هيثم، ونشوف ايضا المشاعر الكويتيه كيف كانت. بالفعل كانت على نار تغلي طوال الوقت الاصلي، وايضا تحديدا في ضربات الجزاء اللي بالفعل هزت القلوب وهزت المشاعر، لكن النهايه كانت سعيده، واعتقد ان الدموع بعدين جفت وصارت فيها دموع فرح. خلونا نشوف. فوزكم اليوم راح يوصلكم الى المنصه الشرفيه. ان شاء الله راح نوصل المنصه الشرفيه وراح ناخذ البطوله ان شاء الله باذن الله. العراق ظهر بمستوى ضعيف جدا في الدور الاول، بحث عن التعادل امام الامارات، بحث عن التعادل امام عمان، فاز على البحرين بشق الانفس 3-2 بركله جزاء. يعني خلينا نتحكي على وضع المباراه، يعني العراق وصل مو مرتاح، عكسنا احنا متصدرين مجموعتنا، وصلنا بالراحه، تكتك يتكتكها الازرق على الراحه ووصل، وراح نتكتكها للنهائي ان شاء الله، ولين نرد ان شاء الله بالكاس للكويت ان شاء الله على الطياره الخاصه. اتوقع العراق، بس ما اتمنى منتخب الكويت ان شاء الله، بس اتوقع الخبره راح تلعب دور كبير في المباراه. انا اتوقعها الكويت 2-0، واتوقع الفايز منه هو راح ياخذ البطوله. ان شاء الله احنا راح نقسمها من غير صوت اضافي ومن غير بلنتيات ومن غير اي شيء. والله موجود ان شاء الله. كم النتيجه؟ 3-0 للكويت. قاسي على المنتخب العراقي. والله هذا توقعاتي، وامس حلمان بعد بس. شو اللي حلمت؟ حلمت انه فايزين 3-0. ما حلمت انكم راح توصلون وتاخذون الكاس؟ ان شاء الله اليوم اذا نمت راح احلم ان شاء الله راح ناخذ الكاس. لاعب العراق احنا قاعد نشوفه من اول الدوره انه قاعد يلعب هجوم،
واحنا ما شاء الله على لاعبينا عندنا اطراف ركض وسرعه، يعني اتوقع دفاعهم راح يكون مبطل شوي. اول شيء كنا نبي اداء، وصلنا عاد الحين وصلنا قبل النهائي، نبي نهائي بعدين الكاس بعدين تي العاشره وان شاء الله. تشوف الاهداف؟ ما ودي اشوف. مع الكويت يلا سعودي مع الكويت. ساعد بعد تخرع بلنتيات اعصابنا اتلفت والله. هي يصدها نواف بس يضيع تكفى نواف. احنا نبي نوصل نهائي باي صوره باي طريقه، نبي نوصل نهائي. يا الله يا رب عشان الكويتيين وعشان جمهورنا يا رب. بس هذه يعني نواف هذه نوصل نهائي يا رب يا رب. احنا على الله وعليهم هم اللاعبين. مبروك حق قطر بلد الخليج ممثلنا اللي راح ينظم كاس العالم. كل الشكر والتقدير حق لاعبينا اللي وصلونا النهائي، ونشكركم قناه الزي والحمد لله والشكر ومبروك حق قطر. صارت سوالك سواها الخليج بالكويت من عدن للكويت من عدن للكويت، وراح نقول من عدن للكويت باذن الله من عدن للكويت. كاس الخليج يرد مكانه بالكويت. الكويت تستاهل لان الكويت هو رمز الخليج ورمز العروبه. نحن من قلوبنا نحن شباب محافظه المهره وكل شباب اليمن مع الكويت الشيخ سعد الاحمد الله يرحمه. هذه بطوله كويتيه ان شاء الله. هذا حبيب الملايين، هذا حبيب الجمهور العربي كله مش اليمن وبس والكويت. شيخ خليفه كمان شيخ الشيوخ، هذا شيخ الرياضيين. جميلة المشاعر هيثم. أشوفك بعد تأثرت لما شفت نفسك بهالطريقة. ها؟ حلوة المشاعر هذه. الحمد لله يعني. ها؟ والله عشان الكويت وعشان ربعنا. إحساس صعب ها؟ مؤلم أكثر من صعوبته. يعني احنا واصلين نهائي في بطولة الخليج رغم ان عندنا 8 اتحادات موقوفة، ورغم الخلاف اللي موجود عندنا والمشاكل. بتغير المجرى هذه البطولة؟ لازم يتغير. لمتى؟ احنا احنا 4 سنين مشاكل بالرياضة احنا في عمان ورقة بيضة تذكرها. يعني احنا لعبنا في جوانزو تحت العلم الأولمبي، النشيد الوطني الكويتي ما طلع، العلم الكويتي ما ارتفع.
القلب في حسرة للحين. احنا جايين هني وحسرتنا كبيرة يعني على كويتنا، وحسرتنا كبيرة على رياضتنا، ونقول لهم يعني عشان الكويت، يعني عشان الكويت، عشان هاللاعبين، عشان هالميداليات اللي جبناها في جوانزو اللي ما تسجلت باسم الكويت ولا تسجلت باسم اللاعبين. انا يعني ما ادري شو اللي يبونه. يعني هي المسألة ما صارت مسألة بس كرة قدم او رياضة او بطولة، الوضع العام كله سيء والاطراف كلها مخطئة. اللي يقول طرف عن طرف مو مخطئ، لا الكل يكون جامل. لا لابد يصححون الوضع. احنا يعني ما ادري يعني. دموعك هيثم رسالة للاعبين هذه؟ دموع فرحة يعني، هو بس حزن على الوضع. يعني احنا نقول حق هاللاعبين، انا اقولها دائما، لا هم بسمتنا بالوضع الرياضي، هم فرحتنا. الوضع عندنا سيء، لكن هم نقطة الضوء اللي موجودة عندنا هاللاعبين هذيلا ومجهودهم. والله انا قاعد ويا اللاعبين يحلفون يقولون همنا نفرح اهل الكويت، قاعد نلعب عشان اهل الكويت. جميل. انا فاناشد المسؤولين عن الرياضة، طالعوا اهل الكويت. اطراف الخلاف بالكويت طالعوا اهل الكويت. صحيح. كافي ملينا. جميل. بهذه المشاعر الجميلة، بهذا الإحساس المخلص، بالإحساس الوطني، بالصبر على كل ما يأتي، هذا هو نفس الإحساس اللي حمل المشجعين العراقيين وهم أيضا في هذا اللقاء، في هذه المباراة اللي بالفعل يعني هم يدورون على البلسم الشافي لقلوب العراقيين. هذه البسمة هي التي ضاعت، وبدل ما كانت الفرحة والسعادة على الوجوه ارتسم الحزن والدموع على القلوب العراقية في ليلة يعني لم ينم فيها العراقيين بعد الهزيمة من ضربات الجزاء. بالفعل ضربة قصي في السماء أنزلت سحابة من الحزن على الجماهير العراقية. دعونا نتابع هذه اللقطات. اليوم بحماس الصعود للنهائي اليوم ان شاء الله بالتوفيق، نبيض وجه للعراقيين والنصر ان شاء الله. وهي خليجي حقنا هذه الايام، المفروض صار لنا 15 20 سنه ما داخلين ماخذين بطوله فيها، وان شاء الله النتيجه تكون للعراق 3-1، وبعزم الله ان شاء الله بهالجماهير ونفرح العراق في بغداد ونديها لليمن اخواننا اليمنيين. ان شاء الله فوز العراق اليوم وبيض وجهنا اسود الرافدين، وان شاء الله فوز عراقي 3-0 2-0 ان شاء الله. شو ان شاء الله يا رب الفوز للعراق، وانا اتمنى هذا الفوز حتى يفرح الشعب العراقي كليته، وانا اتمنى هذا الفوز يا رب. زغروطه وين؟ أسستوا الملعب بس اليوم شو النتيجة ضد الكويت؟ والله مباراة صعبة نعترف، ولكن كخطوة أولى للفوز أن تحترم الخصم ونتعالج الأخطاء بالخطة الفنية، وتعالج نقاط القوة بالمنتخب الكويتي. في نقاط قوة إذا سيطرنا عليها وعالجنا أخطاء الماضية صدقني الفوز عراقي. بس بالنسبة للتوقع إذا فاز العراق راح يفوز بفارق جول، بس إذا فازت الكويت أعتقد أكثر من جول. الذهب ما يلوق إلا للذهب، فالعراق دائما ذهب، وأسود الرافدين اليوم يعني ما عندهم غير الفوز، زين ولا؟ واحنا واثقين بأسودنا، واليوم راح ياكلون بالملعب، وراح ترجم كلامي هذا راح ترجموه بالملعب. وشكرا. شو الخارطة هذه؟ يونس وعماد بالنسبة للتشكيلة حبيبي، هذه التشكيلة يونس وعماد وهوار وعلاء ونشأة وقصي وسامان، وهنا مهدي كريم وعلي حسين حيمه والسلام. بالنسبه لمحمد ما حد يقدر يوصل له، اذا اكو هيك حجر مستحيل يتجاوزونه حبيبي. ان شاء الله اذا مو 2-0 3-1. هل هي خارطة الفوز هذه خارطة الفوز والامل الاكبر بالفوز ان شاء الله. عندنا خط الوسط هذا حائط نحن نسميه حائط الكونكريتي، من نشأة وسلام وعلي هذول الله يخليك.
ضربات الجزاء بتتلعب باعصابكم الحين. كلش اعصابنا تعبانه، بس ان شاء الله خليها على الله يا ربي. صوت والله صوتنا راح ان شاء الله هذه الساعتين كلها اللي احترقت بها اعصابنا تنتهي بفرحه ان شاء الله كل الشعب العراقي كامل. تتمنين في لاعب ما يسدد الحين؟ ان شاء الله حارسنا يصد ولاعبهم ما يسدد. ان شاء الله جولين يضيعون ونصد لعبتين. يلا ان شاء الله على الجزاءات يلا. ان شاء الله فايزين ان شاء الله باذن الله. علي مطشر بطل، علي مطشر بطل ان شاء الله يخلصها للعبه ان شاء الله باذن الله. يتكرر سيناريو كاس اسيا وناخذه ان شاء الله ناخذ الكاس احنا. بتكون اعصابكم اثناء ضربات الجزاء؟ طبعا هي اعصاب مشدوده، لكن احنا ان شاء الله ابطال نخلصها ان شاء الله. ما في كلام. يسود العراق، يسود الرافدين، يبقون العراقيين يسود الرافدين، ما يقصرون ان شاء الله. هو الامارات والعراق عنها ان شاء الله. أنا أول ما شفتك قبل المباراة قلت لك ضربات جزاء راح تكون، ولكن النتيجة إن شاء الله للعراق، لأن العراقيين محتاجين فرحة. مين اللي أعصابه أهدى الحين؟ والله ما في واحد أعصابه، لا الكويتيين ولا العراقيين، الكل مشتعل بصراحة. الحين تسديدة عراقية كيف تشوفها؟ الآن هذه جول 100%. جول قلت لك يا ابو علي قلت لك جول. اللاعبين، وهذا انا ما توقعته قبل المباراه. توقعت وكلمت استاذ حيدر على البغداديه، قلت له تعادل وبعدين تمديد وبعدين ضربات جزاء واحنا نفوز ان شاء الله. مبروك هذا العراق، هاي سود الرافدين، هاي القيام مالتنا. مبروك يا عراق، مبروك يا بغداد جبنا لك الكاس ان شاء الله. لا تديروا بال يا جماهير العراق يا بغداد، لا تديروا بال، احنا وياهم ان شاء الله حساب الظهر. خسرتوا المباراة. مجريات المباراة كانت صعبة. خلاص هم ابطال واقوياء واسود، وان شاء الله ما نحصل على المرتبة الثالث يا رب. حرامات لا ماكل اي شيء بعد. حزن وصدمة يعني صدمة، يعني قدموا مستوى، حرامات ما يتأهلون. يعني لو فريق ما مقدم مستوى وطالع كان احنا رضينا، بس لو السود الرافدين قدموا مستوى يعني هاي شو تسوي؟ حاط ضربات جزاء يا حاط 90% تعتمد على الحظ. يعني شو نقول؟ لما وصلت ضربات الجزاء كنت متوقع النتيجة؟ احنا وصل ضربات جزاء ما كنا متفائلين، حارسنا الاساسي مو هذا، حارسنا الاساسي احمد قاصد طلع، هذا حارسنا البديل. بس هاي شو استوى؟ هذا حظ، وقدموا اداء بيض وجهنا بالبطوله، واحنا فرحانين باداء مستوى اداء سود الرافدين، وان شاء الله بطولات الجايه لنا كأمم اسيا، كاس العالم 2014، وان شاء الله خير. ما اقدر اتكلم يا اخي. مبارك المنتخب الكويتي، وان شااء الله منتخب العراق افضل. شو اللي حصل في المباراه وفقدت؟ والله هذه البلنتيات يعني هي يا حظ يعني. الفريق العراقي ادى بشكل صحيح، كل اللعيبه ادوا، ومبروك لقطر استضافه 2022، وشكرا جزيلا لمنتخب العراق، وعاش العراق بطل. معلش هارد لك لمنتخبنا الوطني العراقي، قدم مباراه مشرفه
والحقيقه نقول للجمهور هذا معلش نعوضها ان شاء الله في بطوله كاس اسيا. كل هالجمهور جاء يعني كان يطمح انه بنتيجه افضل من كذي، خصوصا ان الخبره اليوم المفروض انها تكسب في ضربات الجزاء. معلش هي ضربات جزاء، ضربات الحظ الترجيحيه. صدمه بالنسبه لكم؟ اكيد. مبروك منتخب الكويت الشقيق والحمد لله على كل شيء. الكويت مش هي الاحق بالفوز اليوم؟ لا طبعا لا. انتم قدمتوا وضيعتوا بعدين الامور على يديك. هذا مكتوب لنا ومقدر لنا والحمد لله على كل شيء ونصبر. كيف كانت مجريات المباراه عليك انت شخصيا؟ صعبة. ايش اقول؟ ضيعتوها من يديكم. مش احنا، هم المنتخب اللي ضيعوا، مش احنا. معقولة حتى آخر لحظة كذي؟ سبب المدرب هو اللي اختار الخمسة اللي شاتوا، وسبب المدرب هو اللي يعني. بس التسديدة الأخيرة يعني مش معقول أن تضيع بهالطريقة. ايش يسوي؟ سوى اللي عليه وصيموني. هارد لك وصدمة الكبيرة اليوم. حسافة والله، يعني 120 دقيقة عراقية، 120 دقيقة عراقية، لكن يلا طيب اليوم من الفوز يوم من الخسارة والحمد لله والشكر، بس كانت فرحة بقلوبنا انه ياخذ العراق كاس خليج مرة رابعة، بس والله يستاهل التأهل، يستاهل، بس بعد ما حد يذكرك انت لعبت افضل، المهم النتيجة الحمد لله والشكر. ولكن اللعيبة ما كان متوقع انه يضيعوا ضيعوا. يا اخي يعني مفروض انت الكويت تضيع قبلك، انت تكون نفسيتك مرتاحة، انا ما اعتب على قصي لين ضربته حرجة، بس ضربة هوار يا اخي، انت الكويت مضيع قبلك، انت المفروض مرتاح، تجيبها انت وضاحك، ضيعها برا ولفت ورحت، شو السالفة؟ يعني انا اقول الهوار يتحملها، قصي بالله ضربته شوية حرجة يا اخي، هوار، بس مع الاسف من افضل لاعب عراقي. كيف بتعيش بغداد والمغتربين العراقيين؟ والله كنا متأملين ان ناخذ البطولة، لكن الحمد لله والشكر نعوضها ان شاء الله بكاس اسيا، و2013 البطولة ان شاء الله بالعراق، هاي ما نقدر نغير الواقع والحمد لله وشو. مبروك للكويتيين، شو تسوي بعد؟ زعلان على الخسارة؟ ايوه. شجعتهم انت؟ ايوه. الوداع اليوم. والله يا استاذ حسن، هو المنتخب قدم مستوى وهاي، بس هي البطوله فقدت الجمهور العراقي، البطوله خسرت الجمهور العراقي، لان الجمهور العراقي هناك فاكهه بطوله خليجي 20. الصراحه الجمهور العراقي التزخم للبطوله والوعي بدوا مع اليوم، وهاي ضربات الحظ، واحنا حزنانين بس فرحانين. قطر تنظيم خليجي، تعرفوا تنظيم كاس العالم 22، وهاي طلعتوا من دوره الخليج. ايه اكيد طلعنا، هاي خلاص ما عندنا حظ، هذا العراقيين ما عندهم حظ. في بال يا كويت يا كويت يا ديرتي وحالي. هكذا هو المشهد المحزن يمكن لكرة القدم التي تدير بظهرها أحيانا للفرحة، ويعني لا مواساة لجماهير العراق على هذا الحزن الكبير، لأن الجماهير العراقية، ويمكن بعد شوي بتكون عندنا لقطات يعني أيضا لقطات جدا مؤثرة يعني فتاتين يمكن يمثلون العراق بأكمله، ولكن دموعهم كانت الدموع الغالية سنشاهدها، ولكن نبقى شوي مع ضيوفنا وبرجع لكم بعد قليل. ايضا في هذه اللحظات انضم معانا ايضا، بدلنا شوي، عملنا شفت شويه بين هذا، نزلنا الاساسيين ودخلنا ايضا ناس احتياط، وهذا هو حاله تبديل وتغيير. يعني عبد الرحمن الكندري ايضا مشجعنا الكويتي، المشجع الكويتي، وايضا محمد القرني، نرحب بك ايضا بتواجدك معنا. مشكور، يعطيك العافيه. محمد، الان الكويت والسعوديه
خلينا نقول كيف ترى المباراة أنت شخصيا، وهل بصراحة متخوف ويعني المزاج مش رايق مثلا على هالمباراة ولا؟ والله احنا كنا خايفين من المباراة الأولى وعدت بتعادل، وما كنا متوقعين انها راح تعدي بتعادل. كنا متوقعين ان الكويت راح يتقدم ويفوز علينا. لكن الحمد لله تعادلنا، لكن ما افتكينا منهم بعد. رجعنا تقابلنا معاهم في النهاية مرة ثانية. ما كنت تبغى تقابل الكويت انت؟ والله يعني لو ما قابلنا الكويت كنا بنقابل العراق. لو ما قابلنا الكويت كنا بنقابل العراق، وكلهم منتخبات قوية يعني ما يستهان فيهم. لكن يمكن الكويت لاعبين كلهم شباب وكذا، غير عن لعيبة العراق. لعيبة العراق كلهم لاعبين خبرة، هم اللي جابوا كاس آسيا في النهاية قدامنا احنا السعودية. ولكن برضو الكويت فريق لا يستهان فيه، فريق كبير. محمد كان ما يبغى يقابل الكويت، ما ادري عبد الرحمن كنت تبغى تقابل السعودية ولا ما كنت بعد تبغى تقابلهم؟ والله انا كنت اتمنى السعودية بس متوقع الامارات. بس الحمد لله. ليش تبغى تقابل السعودية؟ اللي حياها الله. اللي اشوف ان الامارات مستواهم احسن من السعودية. يعني هذا معناته المباراة ايزي يعني؟ لا مو ايزي، هذا النهائي غير النهائي. يعني المباراة اللي لعبناها الأولى ما كنت حاتي منها شيء، بس هذا النهائي غير نهائي له حسبات. لما شفنا ردود فعل العراقيين، يعني يمكن هذه المباراة وايد تلاعبت في الأعصاب. أيضا حتى ردة فعل العراقيين شفتها كيف إن هي مؤثرة وحزينة أيضا. والله العراقيين أنا أقول لك ليش يعني يمكن متأثرين أكثر من الكل. العراقيين من خلال السنين اللي طافت هذه كلها، منتخب القدم هو يمثل فرحتهم الوحيدة في بلد يعاني من مشاكل وعدم استقرار وتفجيرات وضحايا بالجملة يعني، والله يعينهم على بلواهم يعني صراحة. يعني نتمنى لهم الاستقرار. فالمنتخب العراقي لما أخذ كاس آسيا شفنا الفرحة على الشعب العراقي شلون صارت، سواء من المغتربين أو اللي عايشين في العراق. حتى في العراق رغم التفجيرات ورغم عدم استقرار الوضع، بس العراقيين طلعوا للشارع في فرحة عارمة. لأن في نقطة أنا قلت لك من ساعة، ترى في مرات النقطة البيضاء بالسواد تعني الأمل. المنتخب العراقي شكل لهم هذا الأمل يعني. كان بالفعل الخسارة مؤلمة، الخسارة حزينة، الخسارة مؤثرة. يمكن اليوم المشاعر كلها تنهار. هي مش كرة قدم فقط، ولكن يعني مثل ما يمكن قال أخوي هيثم إن هي معاناة شعب. ويمكن بالفعل يعني الصرخة اللي من داخل القلب يعني كان لها تأثير مدوي يمكن في النفوس. المباراة تلعبت بأعصابك كثير، بس يلا مو مشكلة يعوضونا إن شاء الله. مع أن الخبرة العراقية كانت كبيرة اليوم. صح، بس تعبنا بالمباراة، بس مو مشكلة يعوضوها إن شاء الله. طلعتوا من البطولة خلاص؟ مو مشكلة عادي، أسود الرافدين يستاهلون كل شيء. دموع اليوم، دموع الحزن كبيرة اليوم. أكيد طلعنا من البطولة ولو إحنا رفعنا الراس، بس مو مشكلة. حصل كنتوا متفائلين بالفوز؟ هاي الحمد لله. هم عندهم حظ. الشعب مطلوب ومطلوب، الشعب مطلوب والله، الشعب مطلوب، صار 40 سنة مطلوب والله. بس انتوا ضيعتوا ضربة جزاء. ضيعناها، حظنا. حظ. رغم التفاعل الكبير من الجماهير طلعوا زعلانين. الكويت كانت تستحق الفوز. هم لعبوا، بس احنا لعبنا مو ما لعبنا. شو تقولي للاعيبة العراق؟ بارك الله بهم، سووا اللي عليهم. هاي بارك الله بهم. زين، كانوا فرحانة مرة هي كان.
أم تلك هي حرقة القلب التي أنزلت هذه الدموع ويمكن صبر السنين لهذا الشعب المناضل؟ واعتقد الأمل الجميل والأمل المفرح يمكن لهذا الشعب أيضا أن تقام هذه بطولة خليجي 2013 بالبصرة ليواسي هذا الشعب، لأن بالفعل يمكن الرياضة هي المواساة الحقيقية لشعب العراق. ويعني مثل ما يقولون كم نحبك يا عراق، وهذا العراق جزء لا يتجزأ أصيل في دمائنا الخليجية والعربية. مظاهر الحزن ومظاهر الدموع خلينا نشوفها. أكيد راح تكون موجودة، لكن راح تكون أهون يعني، مو مثل الشعب العراقي. إنه ما السعودية والكويت الحمد لله الوضع فيها مستقر، ما فيها مثل مشاكل العراق. الله يعينهم إن شاء الله يوفقهم. نعم، لأن أنتم فوز وخسارة يعني هذا الشيء الحين شوي يمكن يميز الفريقين، مؤمنين بمبدأ الفوز والخسارة أكثر. أكيد يعني الحمد لله ما في أي حروب، ما في أي مشاكل، بعكس الشعب العراقي يعني. فالرياضة تعني لهم الفرحة. يلا ما احنا ناخذها فوز وخساره والشاطر هو اللي يفوز. انا من ساعه كنت اسال هيثم، قلت له لو توجه لي 3 رسائل للاعبين معينين انت تخصهم بنفسك توجههم رسائل، لمن توجه رسائل بهالمباراه النهائيه هذه؟ السعوديين يعني. السعوديين طبعا. والله واختار بعد اذا تبغى لاعب كويتي بعد قول له شيء يعني. يستاهلون الكويتيين. ها؟ يستاهلون يعني تقول له بدل المطوع لا تسجل علينا مثلا، الخالدي سامحنا شوي. والله اذا كذا بوجهها للكويتيين كله، ما في داعي اوجه للسعوديين. مين توجه رسائلك للاعبين؟ أسامة المولد. محمد الشلهوب. شو تقول لهم زين؟ والله اقول لهم ان شاء الله يوفقهم والله يعينهم في نفس الوقت. رسالة خاصة عاد احنا نبغي. أسامة المولد. قول لي. لانه هو اللي شايل الدفاع وشايل المنتخب السعودي، لانه هو لاعب الخبرة الاكثر خبرة في الدفاع خصوصا. عشان مركزه قلب دفاع يعني راح يكون الضغط كله عليه. نعم. محمد انت اسمك مشابه لصالح القرني المشجع السعودي المعروف يعني. في تقارب ولا ما في تقارب؟ لا ما في تقارب. صوتك يمكن يكون مثله حلو يعني. مو بشرط يعني تشابه الاسماء، مو بشرط الصوت الحلو. ما جربت يعني تغني للسعودية شوي؟ لا والله ما جربت. مقطع كذي يعني. لا لا والله ما جربت. ما في يعني؟ لا ابد ما احاول وياك يعني. لا تحاول. طيب محمد هل في جمهور متوقع انه يكون اكبر جمهور سعودي؟ انا سمعت ان في روابط ممكن تحضر، في مشجعين اكثر ممكن انه يحضرون، ايضا انتم قريبين يعني من بيت السفاره خلينا نقول عنه يعني، فاكيد ادرى. والله زي ما انت عارف يعني في هنا من الشعب اليمني ناس كثير يحبون للسعوديه، في كثير ناس منهم. لا نتكلم اللي جايين من المملكه. بالنسبة لجاي المملكة أكيد في ناس كثير جايين، ناس جايين كثير، خصوصا أن المنتخب وصل النهائي، ما كنا نتوقع أن المنتخب يوصل النهائي. ما سمعتوا أن في طيارات ممكن تنقل للجمهور مثلا حضور؟ ما سمعنا والله، لكن من بداية البطولة كان أعداد كبيرة للسيارات عبرت الحدود اليمنية السعودية القادمة من السعودية للعدن، وعدد كبير هايل بالآلاف يعني مشجعين. لا ما عليك، نواف يقول لك مجمع كل اللي وياه في الكلية وجايبينهم يعني مضبطنهم يقول. لا يسويها نواف.